السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم حنان ديريس. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فطائر المقلاة اللي كيوجدوا بسرعة والصراحة كيجيو لذاذ بزاف. وبقاو معايا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير ديالهم. بسم الله، نبداو على بركة الله. هنا بالنسبة اول حاجة غنبدا بها هي العجين. غادي نحتاج فيها هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ضفت عليه نصف كأس او كأس الا ربع ديال الفينو او دقيق القمح الصلب، غير باش يجينا ما يجيناش رطب بزاف، لان كما كتعرفوا الفرصه انه كيكون رطب. هنا كنضيف ليه شويه ديال الملح قبيصه، وهنا كنضيف معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وهنا غادي نحتاج جوج كيسان ديال الحليب ما يعادل 300 مليلتر، ودرت هنا عبرت هنا بالكاس ديال العنبه وكيكون طبعا دافئ. صافي في اناء او العجانه كنديروا الدقيق، كنضيف ليه قبيصه ديال الملح، كنضيف ليه معلقه ديال خميره الخبز. صافي وكنردهم على العجانه او الروبو، كنخليها حتى كتعجن وتشد القوام ديالها، ما يكونش رطب بزاف وما يكونش قاصح، ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي تصبح العجين ديالي. صافي كما كتشوفوا معايا انا العجين ديالي ها هو راه وجد. خاص كما قلت لكم ما يكونش رطب بزاف وما يكونش قاصح، كيكون على هذا الشكل هذا. صافي وكنحطو كنغطيه بالبلاستيك الغذائي او بلاستيك عاديه، وكنخليه حتى كيرتاح، وندوزو باش نحضروا الحشو. في مقله درت هنا جوج ديال البصلات، فرمتهم على هذا الشكل هذا يكونوا رقيق. كنضيف لهم الزيت النباتيه، زيت الزيتون، ممكن تستعملوا كذلك الزيت النباتيه. كنضيف لهم فص من الثوم. طبعا الحشو كيبقى اختياري، ممكن ديروا الحشو اللي كتفضلوا، فقط هذا حشو سريع وكيوجد بسرعه. كنضيف هنا الفلفل الاخضر، ممكن تستعملوا الالوان كاملين. كنكون قطعتهم على هذا الشكل هذا. كنضيف كذلك الملح. صافي كنحركهم بهذا الشكل هذا وكنخليهم حتى كيبداو كيدبلوا شويه، وكنضيف لهم القرع الاخضر، ممكن طبعا تضيفوا الكروم، اي خضره متوفره عندكم وكتفضلوها. كنخليها حتى كيدبلوا شويه ونضيف لهم باقي المكونات. من بعد دابا كنضيف لهم القرع الاخضر او الكوجيط اللي حكيت على هذا الشكل هذا. ممكن طبعا كما قلت لكم انكم تضيفوا الخضره اللي كتفضلوا، هذا فقط كاقتراح. كنضيف لهم دابا التوابل. كنضيف القليل من الزنجبيل، نصف ملعقه صغيره. كنضيف الابزار، وكنضيف الفلفل الاحمر،
كنخلط الكل. من بعد كنضيف معلقه ديال الهريسه اختياريه، كنخلطها حتى هي مع الخليط. كنضيف كذلك معلقه ديال مطيشه ديال الحك او طماطم مصبره، كنحركهم بهذه الطريقه هذه. كندخلها للخليط. كنضيف القليل من الصوجه، صافي كنخليه حتى كيدبل مزيان ويطيب ليا. ومن بعد كنضيف ليه قزبر ومعدنوس. من بعد ما كنطفي عليها النار كنضيف ليها قزبر ومعدنوس. ممكن طبعا تضيفوا الزيتون الاخضر او الاسود. ودابا كنضيف علبه ديال الطون، ممكن طبعا ديروا 2 علاب. صافي وكنخلي الحشو ديالي يبرد وندوز باش نحضر معكم العجين. صافي دابا كندوز باش نحضروا الكرات ديال العجين. كما كتشوفوا راه خمر، كنخويه من الهواء ديالو. وكندير الدقيق في سطح العمل. صافي كنجيب العجين ديالي كنقسمو على قسمين. طبعا الا بغيتو تستعملوا نفس الكميه ديال العجين غادي ديروا 250 غرام ديال الدقيق بدل 500 غرام، وغادي ديروا ملعقه صغيره ديال خميره الخبز وواحد الكاس ديال الحليب. وطبعا الحليب على حسب العجين او الدقيق ديالكم، كيفاش اش من نوعيه كتستعملوا. هي باش غادي تجمعوا الحليب على حسب 2 كيسان او 2 كيسان ونصف. كما كتشوفوا انا كنحاول نديرها على شكل مستطيل، ومن بعد نبدا نسرحها بالمدلك. كنسرحها حتى كتصبح رقيقه باش ما تجيناش معجنه من الداخل الفطائر ديالنا. كنحاول مره نشوف واش الدقيق تحت العجين باش ما يتلصقش لينا على سطح العمل. كنستمر بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم حتى كنحصل على عجين اللي هو طبقه رقيقه. كتشوفوا من بعد ما كنسرح العجين ديالي على هذه الطريقه هذه كيصبح عندي كما كتشوفوا السمك ديالو رقيق. كنقطعو على هذا الشكل هذا.
بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنحاول نقادهم. في هذا الاثناء كنخلي المقله كتسخن باش نبدا نطيب عليها، لانهم كيطيبوا فورا، ما كنخليهمش حتى كيخمروا. وكنحط بهذه الطريقه هنايا. حاولوا ما توصلوهاش للجناب وما توصلوهاش للقدام باش تلقاو فين تسدوا. كتشوفوا كنضيف لهم فرماج ساندويتش تيبقى اختياري، وكنجيب بهذه الطريقه هذه وكنثبت الجناب حتى كيتسدوا بهذا الشكل هذا. وكنحاول نقاد الجوانب بهذه الطريقه، لان هادشي كيبقى غير عجين زائد. كما كتشوفوا صافي. كنجيب شوكه وكنحاول كندير لها هذا الشكل هذا. بنفس الطريقه كنجي كندير الفرماج اولا. كندهنها بالزيت على هذا الشكل هذا صافي. وكنحط الفطائر ديالي كنعاود نثبتهم بالشوكه كما كتشوفوا. كندهن الوجه ديالهم بالزيت وكنقلبهم بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله وسريعه. كنحاول نحط الفطائر ديالي بثلاثه بثلاثه او بربعه على حسب المقله اللي عندكم وشحال كتهز لكم. صافي كنخليهم كيطيبوا على هذا الشكل هذا حتى كيطيبوا من الجوانب كاملين، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الفطائر ديالي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالي. كما كتشوفوا كيجي شكلهم زوين ومذاقهم صدقوني انه كيكون رائع بزاف بزاف. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، وما بقى الا نقول لكم مع السلامه والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.